مقرود الكوشه على طريقة ناس الشرق يجي يذوب في الفم. بنفس الكيلان كيلو 3 كيلات سميد متوسط نملحوه ونبسوه بكيلة سمن تكون ذايبه وما يكونش سخون بزاف. نبسس بالتدريج ومن بعد نبدا نمحر فيه بهذه الطريقه على يديا حتى السمن يطلق الماء تاعو وتحسوا باللي سميد تشمخ. هنايا نزيدو كيلة ناقصه صباع ما عادي ونبداو نلمو فيه بهذه الطريقه، ما تعجنوهش، جوست لموه كيما هكا كيما راكم تشوفوا في الفيديو بصباعي حتى يتلم. خليوه يبات ليله كامل، غطيوه بساشي وخليوه يبات ليله كامل. الغرس تاعي نتبلو بالجنجلانيه المحمصه، الطيب، القرفه ومزهر، نعجنو مليح ومن بعد نبلل يديا بالزيت ونشكل حرابش فتقولوا الحربوش. المهم نخليهم بجهه ونروح للعجينه تاعي نحي هكا طرف نفتحو بصباعي ونحط فيه الغرس بهذه الطريقه. من الاحسن تحلوا الغرس بيديكم بعد تحطوه في العجينه باش ما تتكسلش العجينه. نقفل عليها مليح، اذا كان مرسو كبير اقسموها على زوج ونبدا نشكل فيه. نحكم الحربوش تاعي نفتحو بصباعي مليح ومن بعد نقيس المول اللي نشكل به، لازم يكون الارتفاع تاع العجين نفس الارتفاع تاع المول. نريقلها هكا على الاطراف ونبدا نطبع فيه، نحط ونطبع عادي بهذه الطريقه ومن بعد نقسمه بالموس، نزيد نريقلو على الاطراف ونحكم موس نفوتو من تحت بالزربه، نهزوه ونحطوه في البلاطو تاعي. لازم ترصوه في البلاطو، وقت ما تحبوا تقدموه شحروه بمزهر وعسل وبصحتكم.